السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم جميعا. النهاردة هعمل معاكم كحك العيد. طبعا ما ينفعش العيد من غير الكحك. هعمله ان شاء الله معاكم بمقادير مظبوطة جدا، هقولها لكم بالجرام وبالكوبايات للناس اللي ما عندهاش ميزان. وهقول لكم كمان ازاي التسوية تطلع معاكم مظبوطة جدا، والتسوية الصح للكحك. وكمان هقول لكم على شوية تريكات كده واسرار هتخلي معاكم الكحك ريحته بجد هتجيب اخر الشارع. فتابعوا معايا الفيديو النهاردة، هتستفادوا منه كتير جدا. وهقول لكم كمان المقادير بتاعة الكحك النهاردة اللي هتعتمدوها في كل مرة تعملوا فيها كحك، مش هتغيروها ابدا. من كتر ما الكحك بيطلع دايب وطعمه في منتهى الجمال، كل اللي هياكله هينبهر بيه. فتعالوا يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو، وتابعوا لي الآخر عشان هتستفادوا منه ان شاء الله. اول حاجة معايا الملبن، ده جبته من عند العطار. حطيت عليه معلقة كبيرة من السمنة، وقلبته بالطريقة دي كده وعجنته كويس. وكمان معايا العجوة عملتها بنفس الطريقة، دي جايبينها من عند العطار برضو. بس اهم حاجة يكون العطار اللي انتي اجيبي منه العجوة الجاهزة دي واثقة فيه. حطيت فيه برضو معلقة كبيرة من السمنة وقلبتها كويس جدا. وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا نكورها كور صغيرة قوي كده، علشان تبقى على قد الكحكاية اللي احنا نعملها. نجهز بقى الحشوة بتاعتنا ونخليها كده ايه، تبقى جاهزة معانا علشان لما نيجي نعمل الكحك العجينة بتاعته نشكل على طول ونحط الحشوة بتاعتنا. اهم حاجة طبعا تكونوا مطلعين الحشوة دي من قبلها في التلاجة من قبلها بشوية، علشان تبقى سهلة معاكم كده وتعرفوا تعجنوها كويس وتشكلوها كويس. هعمل كمان الملبن وهخليهم بقى على جنب لحد ما اخلص العجينة بتاعتي. نيجي بقى للدقيق. مش لازم نستخدم دقيق كحك وبسكوت، احنا ممكن نستخدم دقيق فاخر متعدد الاستخدامات، بس يكون اهم حاجة فاخر. وزي ما مكتوب كده من ورا استخراج 72%. الدقيق ده ان شاء الله هيقضي معاكم الغرض، واي نوع بقى دقيق يعني مش شرط النوع اللي انا مستخدماه. اي نوع دقيق هيقضي معاكم الغرض. دقيق كحك والبسكوت شوية غالي، فالناس ممكن ترضاش تعمل الكحك والبسكوت وبيخافوا علشان نوع الدقيق. فلا، ممكن تجربوا بأي نوع دقيق عندكم، بس يكون دقيق فاخر متعدد الاستخدام. الخطوة بقى دي مهمة جدا، ان احنا بننخل الدقيق كويس جدا علشان يطلع معانا كده الكحكية هشة وطعمها حلو قوي. دخلت كده كل الكمية اللي معايا، عشان برضو لو في اي تكتلات ولا اي حاجة يبقى دي معانا منخول والكحكاية بتاعتنا ناعمة وجميلة. تعالوا بقى الخطوة التانية. معايا معلقة صغيرة من الخميرة، خميرة فورية. وكمان معايا 3 معالق كبار من السكر حبيبات صغيرة او سكر بودرة، يعني المتوفر عندكم. ومعايا حوالي كده يعني ربع كوباية من المية، وهقلبهم كويس جدا. المية دي مية دافية. هنجرب الخميرة علشان ما نحطهاش مع الدقيق من غير ما نجربها، وممكن لا قدر الله تطلع مش مظبوطة فتبوظ لنا المقادير كلها وتبوظ لنا الكحك. فبلاش خسارة، نتجنبها بان احنا نجربها الاول. كمان انا حطيت رشة ملح ما تنسوهاش، حوالي كده على طرف المعلقة، حاجة بسيطة قوي. معايا كمان معلقة صغيرة من ريحة الكحك دي، ريحة الكحك الفاتحة، هاتوها من عند العطار قولوله عايزين ريحة كحك فاتحة. معايا كمان المكون ده اسمه روح الموز، حطيت منه كده 3 نقط او 4 بالكتير قوي. عايزه اقول لكم بيخلي ريحه الكحك فظيع، بيجيب اخر الشارع. بتبقوا مبسوطين كده وانتوا شامين الريحه بتاعته، بيفكركم بزمان قوي. معايا كمان 3 معالق كبار من السمسم، سمسم محمص. نقلبهم بقى مع بعض كويس. روح الموز لو مش متوفر عندكم، خصوصا للناس اللي هي مسافره برا مصر، فمفيش مشكله خالص. هو اهم حاجه بس ريحه الكحك هي اللي تديله ريحه حلوه. معايا بقى السمنة، دي 600 جرام او بما يعادل 3 كوبايات، اللي هي كوباية الشاي ال 200 جرام. تقدروا بقى تستخدموها زي ما هي كده من العلبة. بصوا شايفين هي بدرجة حرارة المطبخ، فتقدروا تستخدموها كده. او ان انتوا تسخنوها كده، او مش تسخين، اللي هو يدوب تخلوا السمنة تسيح، مش لدرجة بقى اللي هي تتقدح او كده، انا مش هقدحها.
يعني شوية بتتعب المعدة للناس اللي بيتعبوا من الموضوع ده، فهنستخدمها النهاردة على البارد. مش هستخدم اللي هي بتتقدح. بحس شوية ان هي بتغير ريحة السمنة، مش بتبان قوي. خصوصا كمان لو انتي مستخدمة سمنة نوعها حلوة او ريحتها حلوة، فاستخدموها كده على البارد هتديله بقى ريحة. مش قادرة اقول لكم الريحة بتبقى عاملة ازاي. يعني بجد بتاكلوا كحك ريحته وطعمه يجوع جدا، فهيعجبكم قوي. فلو انتوا بقى بتستخدموه اللي هو المقدوح شوية، زي ما قلت لكم بيتعب المعدة. فانا يعني نتجنب الموضوع دوت بان احنا نعملها على البارد، هتبقى حلوة جدا. كمان هما بيعملوه مقدوح لو انتي هتسيبيه كمية كبيرة او مدة كبيرة. لكن احنا يعني عملنا كمية صغيرة كيلو، فان شاء الله مش هتقعد مدة كبيرة قوي. كمان انا هعجنها النهاردة بالمية. هقول لكم كمان شوية ايه فايدة المية او اللبن. برضو ده ليه سبب وده ليه سبب. تعالوا بقى الخطوة دي مهمة جدا، مش اقل من 10 دقايق تعملوا الحركة دي، اللي هي تبستوا العجينة دي علشان خاطر نخلي كل يعني ذرة كده في الدقيق تتغلغل كده بالسمنة ويبقى وصل لها سمنة. الحركة دي كل على قد ما تقدروا كده تعملوها. عايزة اقولكم بتفرق جدا في نوعية الكحك دي. بعد كده الخميرة معايا فارت ومظبوطة الحمد لله. هبدأ بقى ان انا احطها مع العجينة، وبعد ما حطيت اي سائل بقى في العجينة بعد طبعا ما بسيناها شوية حلوين، مش هبدأ بقى ان انا اعجن كتير. يعني يا دوب بس انا بلم العجينة مش اكتر من كده. المية اللي انا استخدمتها النهاردة حوالي كوباية، ربعها حطيته في مع الخميرة، وكوباية الا ربع باقية هستخدمها. ممكن توصل معاكم الكوباية، يعني يبقى كوباية وربع مثلا، بس ما تزيدش عن كده. شايفين انا بزود المية حبة حبة، فلقيتها لسه بتشقق كده زي ما انتوا شايفين. تقدروا ان انتوا طبعا تعملوا تيست كل شوية علشان تعرفوا هي مظبوطة ولا لا. فكل شوية كده ايه بزود، يعني يا دوب معلقة معلقة علشان تبقى مظبوطة معايا وما تنشفش. لو زودت مية عن الكوباية اللي انا قلتلكوا عليها، هي ممكن تزيد زي ما قلتلكوا معلقة معلقتين، طبعا على حسب نوع الدقيق. فما تزودوش اكتر من كده، لان كل ما هتزودوا مية هي العجينة هتشربها. فما تزودوش كتير، لان ده هيخلي الكحك بتاعكم ينشف جدا، هيبقى حجر. فنتجنب الموضوع ده بان احنا نزود المقدار اللي قلتلكوا عليه بس. طبعا زي ما انتوا شايفين انا مش بعجن خالص عشان ما يقلبش معايا فطاير او يقلب معايا عيش. بصوا مجرد ما خلصت المقدار لقيتها كده بقت ناعمة وما شققتش معايا، يبقى هي كده الكحك معايا مظبوط. وتقدروا بقى ان انتوا تشتغلوا فيه ان شاء الله يبقى كويس. معايا بقى الصينية او الصاج اللي هتستخدموه، يفضل طبعا يكون ألمونيوم. بيوزع الحرارة حلوة قوي. وما تدهنوش اي حاجة، هي السمنة اللي احنا حطيناها يعني كفاية جدا، فان شاء الله مش هيلزق معاكم ولا حاجة. بعد كده بقى هبدأ ان انا اعمل تجويف بالشكل ده. ويحاولوا بقى الكحك بتاعكم ما يبقاش كبير قوي. يعني مجرد مثلا 20 25 جرام بالكتير قوي لو انتوا هتوزنوها. ما فيش ميزان يبقى خلي ايديكوا كده ميزانكوا واظبطوها على قد بعض. معايا بقى البسطامة بتاعة الكحك دي حلوة قوي، وبتطلع كحك شكله حلو جدا وبيطلعه كمان مظبوط. كمان بقى لو انتوا هتعملوها بحشوتين كده، فانتوا ممكن تفرقوها بشكلين، تخلوا مثلا العجوة بشكل والملبن بشكل تاني. كمان كنت عايزة اقول لكم على الفرق بين العجن بالمية والعجن باللبن. العجن بالمية مش بيغير طعمه بعد فترة ولا اي حاجة. العجن باللبن ده بيبقى عايز مثلا لو انت هتعمليه وهيخلص الكحك في خلال كام يوم، ف فممكن تعمليه باللبن. لكن لو هتخليه مثلا شوية فمش محتاجة خالص تعمليه باللبن. اللبن شوية بيغير الطعم بعد ما يقعد فترة طويلة، بيغير طعمه شوية. وعلى فكرة مفيش فرق في الطعم يعني ما بين ان انت تعجنيه بلبن او مية، هو فمش محتاجة خالص بلبن، اعملوه بمية. كمان في ناس بتضيف بيكنج باودر او بيكنج باودر مع العجينة بتاعة الكحك. خصوصا انتي ضايفة خميرة. فانا شايفة ان الاتنين مش يعني ليه احط مادتين رافع مع بعض، خصوصا ان الخميرة مادة رافعة والبيكنج باودر مادة رافعة.
فهي الخميرة كفاية جدا. اولا الخميرة احسن من بيكنج باودر في حاجة، الخميرة بتخلي ريحة الكحك حلوة جدا، خصوصا كمان لو انتي بتستخدمي الخميرة البيرة اللي هي القطعة دي. عايزة اقول لكم بجد بتبقى ريحتها حلوة جدا، بتخلي كده ريحة الكحك، يعني عارفين انتوا الريحة بتاعت زمان اللي كنا بنشمها دي زمان، بتبقى ريحتها حلوة جدا. فمش محتاجة خالص ان انتوا تستخدموا بيكنج باودر. دي بقى الكحك اللي بالملبن. هبدأ بقى ان انا اعمله شكل كده. المنقاش ده جميل قوي ومتوفر، هتلاقوه ان شاء الله موجود في كل حتة. كنت كمان عايزة اقول لكم على ريحة الكحك. لما تجيبوه من عند العطار قولوله ان انتوا عايزين ريحة كحك فاتحة، بلاش تجيبوا الغامقة. الغامقة بتغمق العجينة بتاعة الكحك وبتخلي الكحك طالع غامق، لكن دي هتشوفوها لما تستوي الكحك بيبقى فاتح كده وجميل جدا. هنا بقى انا ضفت اي نوع مكسرات عندكم ممكن تضيفوه معاها، بتبقى حلوة جدا زي كده بتاع المحلات. ابدعوا بقى واعملوا اشكال كتير حلوة، وطلعوا بقى الفن اللي جواكم. انا اصلا متأكدة لما تمسكوا المنقاش ده يعني بيساعدكم قوي ان انتوا تعملوا اشكال كتير حلوة، وسهل كده في الاستخدام وجميل قوي. عايزاكم بقى وانتوا بتتفرجوا معايا كده اتكلم معاكم شوية على التسوية. التسوية هتكون ازاي؟ عشان دي يعني بجد مرحلة مهمة قوي، مش بعد التعب اللي احنا تعبناه ده كله نيجي بقى في اهم خطوة يعني ما نعملهاش كويس. احنا طبعا عقبال ما نخلص كل الكمية اللي معانا هنبدأ بأول صينية احنا بدأنا بيها. طبعا دي هتكون مدة كافية قوي ان احنا العجينة بتاعتنا تكون ارتاحت، والخميرة كمان تكون اشتغلت، فهتكون مدة كافية قوي. طيب لو انتي عندك بقى كمية كبيرة وبتستخدمي كمية كبيرة هتعملي ايه؟ يعني على الأقل نص ساعة سيبيه يرتاح. تمام. هنبدأ بقى ندخله في الفرن، نكون مسخنينه الأول على درجة حرارة 200، يكون درجة حرارة عالية. أول ما يبدأ يسخن معاكو تبدأوا ان انتوا بقى تدخلوه الصواني بتاعتكو. وأول ما تدخلي الصينية تقللي بقى درجة الحرارة شوية، يعني خليها على 170 180 كتير قوي. لو درجة الحرارة عندك في الفرن عالية قوي خليها على 170. وبعد كده هنسيبها بقى كل 5 دقايق كده نلف الصينية عشان تتوزع درجة الحرارة فيها. ولو عندك مروحة طبعا شغليها يكون افضل، لكن ما تشغليش الشواية وانتي مشغلة الفرن من تحت. هنحطها في الرف اللي في النص وهنسيبها حوالي 40 دقيقة. وبعد كده هتلاقوا كده، هتشوفوا من التحت هتلاقوا القاعدة بتاعته خدت لون حلو ذهبي كده فاتح او ذهبي غامق على حسب ما انتوا بتحبوا الكحك بتاعكم فاتح او غامق. تطلعوها على طول. وعايزه اقول لكم كمان الكحك اللي بيكون محشي فيه حشوه ما بيقعدش اكتر من الكحك الساده، يعني الكحك الساده بيقعد اكتر، اللي فيه حشوه مش بيقعد كتير علشان الحشوه ما تنشفش من جوه. تمام. عايزه اقول لكم بقى المقطع ده كان تاني يوم. آه يعني سبته بقى يبرد خالص، لان ما ينفعش خالص تمسكوا الكحك اول ما يطلعوه من الفرن، بيكون شوية طري. فالعيوب اللي فيه مش بتبان اول يوم، بتبان لما الكحك بيبرد خالص، بيبقى تاني يوم بقى ممكن تشوفي لو فيه عيوب او حاجة. فعايزة اقول لكم ما شاء الله الكحك دايب وتحفة. وبالرغم ان ده تاني يوم وتالت يوم كمان كان نفس الطريقة، فعايزة اقول لكم ما شاء الله الكحك حلو جدا، المقادير مظبوطة جدا زي ما قلت لكم. يعني بجد متأكدة ان انتوا لو جربتوها بالمقادير دي هتعتمدوا المقادير دي على طول في كل مرة تعملوا فيها كحك. عايزة اقول لكم كمان لو انتوا بتحبوا الكحك كده واخد لون من فوق ولعوا عليه الشواية دقيقتين مش اكتر، علشان برضو زي ما قلت لكم الحشوة ما تنشفش من جوه. وبس كده خلصنا النهاردة الفيديو، ويا رب تكونوا استفدتوا بكل الاسرار والتكات اللي احنا قلناها النهاردة، والحاجات البسيطة كده اللي ان شاء الله هتفرق معاكم قوي في الطعم وفي النتيجة. هتنبهروا بيها، وبجد كل اللي هياكل من ايديكي هيبقى مبسوط جدا، لانه فعلا الكحك حلو قوي. عايزه اوريكم كمان الكحك من جوه عامل ازاي، تحفه. هاشش كده وفيه بصوا فراغات كده، ده بيدل عن الكحك خفيف مش مكتوم، فظيع في منتهى الجمال. يا رب تكونوا النهارده استفدتوا من الفيديو. هستنى بقى تعليقاتكم الجميله، وهستنى اللايك الحلو اللي زيكم. ولو انتي لسه متابعيني لغايه دلوقتي وما اشتركتيش معايا، يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعلي الجرس وكمان عشان يوصلك الفيديوهات بتاعتي الجديده. شكرا جدا لمتابعتكم، كل سنه وانتم بالف خير وصحه يا رب.